السلام عليكم متابعيني واخواتي الكرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاسبوع اللي فات خلينا مع بعض الزيتون وبطريقتين، والطريقتين اللي قلت فيهم في الفيديو دول طريقتين ناجحين جدا، بيخلصونا من نسبة عالية جدا من المرارة اللي في الزيتون، وكمان بيخلوا الزيتون يتخلل في وقت قياسي. النهارده بقى هنخلّل مع بعض الليمون، وزي ما أنتم شايفين أنا بامسك الليمونة باشقها كده من الجنب، وبانزّل نُص العصير اللي جواها وباركنه، وباضيفه كده لمحلول التخليل في الآخر. باخد بقى الليمون وباحطه على البوتاجاز مدة 10 دقايق، وما تزيدوش على كده. يغلي 10 دقايق. الخلطة بقى عندي نُص كيلو من الشطة كده أو ربع كيلو من الشطة الخضرا، باقطّعها مع الليمون كده وأحطها في التخليل، ودي اختياري بس صراحة بتخلّيه طعمه مشطشط كده وحلو. وعندي بقى هنا كوبايتين من الجزر المبشور، عليهم 3 معالق من العُصفر و3 معالق من حبة البركة، وكوباية إلا ربع من الملح، هاضيف منها بس نُصّها، وهاخلّي ربع منها لمحلول التخليل. هابدأ بقى أجيب ربع كيلو من الشطة الحمرا، هاضربها مع ليمونتين كده معصورين في الخلاط، وربع كوباية من مَيّة السلق اللي هي سلقنا بيها الليمون، وحطيت كمان معلقتين كبار من الزيت، وبدأت أقلّب بقى كده الخلطة مع بعضها كويس. وهنبدأ بقى الليمون ده بعد ما سلقته أنا صفّيت مَيّة السلق بتاعته، وصفّيتها من البذور وركنتها في التلاجة علشان هاستعملها في محلول التخليل، ده اللي هنخلّل بيها الليمون. تاني بعد كده حطيت له مَيّة ونقعته في مَيّة، وضِفت له 3 ل4 معالق من الملح، وسِبته منقوع في المَيّة والملح ده يوم كامل. تاني يوم جِبت الليمون وبدأت بقى أحشيه بالخلطة اللي أنتم شُفتوها دي، وبعد كده بدأت أركنه كده على جنب، وبدأت أعصُر في الخلطة، والمَيّة اللي نزلت من باقة الخلطة دي هنضيفها لمحلول التخليل. بدأت بقى أجيب البرطمانات بتاعتي وأجهّز بقى محلول التخليل بتاع الليمون، ضفتهم كده اللي اتبقى منه واللي نزل من الخلطة، ضِفت عليه كوباية عصير الليمون اللي أنا منزّلاها من الليمون قبل ما أسلقه. بعدين كنت مصفية بقى زي ما قُلت لكم مَيّة التخليل مَيّة السلق بتاع الليمون، وراكناها مصفياها من البذور اللي نزلت من الليمون، وبدأت بقى أضيفها على محلول التخليل. قلّبت محلول التخليل كويس، وضِفت له كمان باقي الملح وركنته على جنب. بدأت بقى أقطّع قطع كده الشطة، وبدأت أرُص كده ليمون مع شطة، وبدأت أرُص في البرطمان التاني، تقدروا تعملوه في برطمان كبير، بس أنا حبيت أحطه في برطمانين علشان لمّا آجي أفتح برطمان وأخلّصه أبدأ في التاني. بدأت بقى أرُصّه كده زي ما أنتم شايفين، وطبعًا نرُص نخلّي بالنا ما نخلّيش أي فراغات خالص، نرُص كده من الجنب أو نرُص واحدة بواحدة، ولو لقينا كده في فراغات باينة كده من تحت، بإيدينا كده ننزّل وحدات من الشطة، أو نقلب زي ما أنتم شايفين كده البرطمان بالجنب، ونرُص كده ونلِف البرطمان لحد ما الفراغات كُلّتها تيجي فيها ليمون وتتملى. بعد كده بقى هانزل عليهم بخلطة التخليل. عايزة أقول لكم إن الخلطة طعمها حلو أوي، بتخلّي طعم الليمون كمان حلو أوي، وإضافة الجزر دي بتبقى لحشوة الليمون لايقة أوي مع الليمون، وكمان مع العُصفر وحبة البركة، والشطة اللي هي ضاربينها في الخلاط ده مع قشر الليمون. عايزة أقول لكم الخلطة أصلًا يعني إحنا بنطلّعها وناكلها قبل الليمون، بتبقى طعمها حلو أوي. دلوقتي بقى غلّفنا كده والّا ملينا البرطمانات، وهابدأ بقى أنزل عليه بمحلول التخليل. عايزة أقول لكم إن المَيّة يعني ومحلول التخليل جه زيادة، يعني كل برطمان من ده خَد كيلو من الليمون، وخَد كوباية إلا ربع من أو كوباية إلا ربع من المَيّة، وده شكله، ودي شكل الخلطة، شايفين شكلها جميل قد إيه؟ كلنا منه على طول تاني يوم. مننساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.